وبركاته من داخل مركز الواي بسوتر بالاسكندريه في حفل كبير لاحياء فنان الشعب سيد درويش اقامه الاستاذ احمد أدري. بصراحه احنا استمتعنا جدا بالحفل، وكان من متعه الحفل معنا فنان له قدرات عاليه جدا يدل على ان اسكندريه ولاده، عنده قدرة لرسم الأشخاص في أقل من دقيقتين بمهارة عالية جدا. معانا الفنان الكبير الأستاذ إبراهيم فرحات، هنقول له أهلا وسهلا بحضرتك، أنت نورتنا وأبهرتنا النهاردة. أهلا بحضرتك، وأنا سعيد جدا بوجودي معاكم النهاردة. بصراحة الجمهور اللي كان قاعد شاف قدراتك العالية في الرسم والإبداع، بترسم الشخصية بأدق التفاصيل. تقدر تقول لنا المهارة دي اكتسبتها إزاي؟ والله اللي بيحب حاجة دايما بيتعامل معاها. حتة الموهبة مهمة جدا، لكن الدراسة أعلى، بتبقى الدراسة بتبقى 90% والموهبة 10. الموهبة 10 لكن الدراسة 90%. تمام، الدراسة مهمة جدا. الدراسة بتعمل إيه؟ بتختصر الوقت في التعلم. لكن لازم يبقى فيه مشاعر، يعني الفنان من غير مشاعر وموهبة، تمام، ودراسة، يعني الثلاثة مع بعض. يكون عنده إحساس، يعني عنده ستايل معين بيميزه، وعنده الموهبة طبعا موجودة، لأن ربنا لم يظلم أحد، ربنا أعطانا كلنا مواهب. كل واحد ربنا أعطاه موهبة، ويحاول يدور عليها ويكتشفها في نفسه ويبدع فيها زي ما سيادتك. برافو عليك. يعني احنا مثلا واحد عنده موهبة، أنا بدي ورش، ويعني رسالة الناشئ الصغيرين. أما حد بيكون عنده شغف بالرسم، ده بشتغل معاه. اللي ما عندوش شغف ما اقدرش اطلع له موهبه. بالظبط. لازم الرغبه نصف النجاح. لازم يكون الرغبه نصف النجاح. تمام. لو عنده رغبه، انا هنا ببقى بديله كل حاجه عندي وبينجح فعلا. طب اللي بيشوف الفيديو ده من الامهات عندهم ابناء يعني غاويين الرسم، وانا كنت يوم مدرس وشفت الحكايه دي، تنصحهم بايه؟ يعني نصيحه اخيره اللي عنده يعني بدايه فنان، تنصحه بايه؟ جميل. لازم يتعلم عند حد يكون فاهم. فاهم. يعني يتعامل مع، يعني انا درست عندك ورش؟ بعمل ورش. طيب. فانا بتعامل نفسيا مع الاطفال. تمام. الصغيرين. فما بوصل لمرحله ان هو بيستوعب مني، انا بقدر اقرا اللي في دماغه. يعني احنا بنرسم بايه؟ بقول لهم دايما احنا بنرسم بايه؟ اللي بيقول بيرسم بايدي او بعينيا غلط. انا برسم بعقلي. العقل هو مناط التفكير. هو اللي بيوصلني لمرحلة ان انا اعمل بورتريه صح. لان انا بقرا النسب صح، وبقرا المشاعر صح. نسب الوجه، الطول الوجه والمسافة بين العينين والكلام دي، الحاجات دي كلها مهمة طبعا. كل ده بالمشاعر حبيبي. انا ما اقدرش ان انا اقيس بالمسطره، انا بقيس بمشاعري. باحساس الفنان والضوء والظل طبعا. وانت فنان جميل جدا جدا. احنا سعدنا بيك. أشكرك. كان معكم عبد الله عبد الظاهر، عضو في